صحيح مش هنفطر النهارده فطار مميز، لكن على الاقل هنفطر مع بعض عيله صومعه الجرح. هنعمل شويه شعريه بالحليب بالطريقه التقليديه والمقدار يكفي الشخصين وسهل العمليه، فنصلي على رسول الله ونبدا فطارنا بالطريقه المعتاده. حلتك اللي هتعمل فيها وحته زبده وعلى نار متوسط، ولو عندك شياطه يكون افضل عشان توزيع الحراره تبقى متوزعه صح على كل اجزاء الشعريه. لما تيجي نحمصها هنسيح الزبده، يا صباح الزبده وحشتني، هننزل عليها بالشعريه، ومن اول ما تنزل لحد ما لونها يصفر ما تشيلش ايدك من عليها في التقليب. دايما تفضل تقلب فيها شمال في يمين عشان ما فيش جزء يتحمص معاك وجزء يبقى بين البنين. خلينا في السليم واسمع المفيد، وعلى ما ياخد لون تكون مجهز ميه سخنه عشان هنحتاجها بس بعدين. واحد هيقول لي هنحتاجها في ايه؟ سالتني في ايه؟ هقول لك هنحتاجها نسقسق بيها الشعريه لما تتحمص. حلوه نسقسق عشان يا دوب اول ما نغطي الشعريه نديها تقلبتين ونسيبها لحد ما تشرب الميه، وطبعا كل ده على نار هاديه عشان اول ما يتشرب معانا ننزل عليه بالحليب، والمقدار راجع لكيفك ومزاجك حسب الرغبه وكله بين ايديك. اما بالنسبه لي فبحب ارش عليه جوز هند بعد الحليب، وفي المرحله دي بالتحديد الشعريه بتكون اكتسبت نكهه حلوه من جوز الهند، وطبعا كل ده بيتم مع التقليب المستمر عشان بعدها تاخد مقدارك وتزينها باللي تحبه. بس اهم حاجه ما تنساش الفولو واللايك والشير، وتمنى لي من قلبك الخير، وصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه وازكى السلام، وصباح الزبده على عينكم، ربنا يخليكم لي. اما دي يعني حته قشطه، انا ما رضيتش اقول لك علشان بتوع الدايت، ياه، وحبه عسل برضه عشان بتوع الدايت، وشويه مكسرات بقى. هعمل لكم ايه طيب؟ انا فطار صحي ولا صحي ده ولا مش صحي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ولا هو لازما الصحي يعني يبقى فيجيتيريان؟ لا مش كلها فيجيتيريان، ما تحرمش نفسك من حاجه. المهم الكميه. قلب يا حبيبي قلب، اشتغل يا حبيبي، صلي على رسول الله صباح الزبده عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ندوق ونسمي الله. طبعا الكلام ده مش موجه لاخواتنا بتوع الدايت، انا اسف ليكم والله، بس التنوع مطلوب والتغيير برضو مطلوب، فنسمي الله. زي ما قلت لك انت ممكن تدوق وما تحرمش نفسك من اي حاجه، بس تعتمد على الكميات. خليك فاكر، عايز ما تحرمش نفسك من حاجه وتستمر في الدايت تعتمد على الكميات. فما تنساش الفولو واللايك والشير، اتمنى لي من قلبك الخير. نسمي الله وندوق. النتيجه كانت ايه؟ بسم الله. شعريه مؤدبه بامانه، على فكره هي على قد كده وبرضه خفيفه ومناسبه ليك جدا كوجبه فطار، وممكن كوجبه عشاء لو انت عايز تتدفى. واحلى تحيه مني لاخواتنا، مساء الزبده عليكم، ربنا يحفظكم من كل شر في رعايه الله وحفظه. صباح الزبده على عيونكم. نكمل احنا بقى. طبعا هنكمل. ما نسيت اقول لكم ان النهارده ان شاء الله الغدا هيكون كوردون بلو او كوردون بلو او بانيه رول، يعني كل العظمه اللي انت شايفها قدامك دي واللي خدنا منها ستوري وولعنا منها الدنيا هتنزل النهارده على الغدا ان شاء الله. يعني قلت اصبرك كده، انا اصلا جوعت تاني، يعني انا بحضر الدنيا وجوعت تاني، فصباح الخير صباح الزبده. كفايه كده خلاص يا عم، كفايه يا عم، انت بتذلنا ولا ايه؟ والله يا جدعان ما بيكون قصدي، بس 5 فرفشه كده معاكم. صباح الفل.